وظهرت صوت صورة. ايش؟ صوت طلعت مرة على القناة. هذا البيت قبل وهذا بعد. طبعا في أكثر من صورة يعني. كل هاي ببعث لك إياه وعندك وعنده يعني زي ما أنت عرفت تشتغل. حياك الله. محمد حوري. بتعرف محمد حوري؟ ايش اسم المركز؟ الاسم جاي عليه. اجى عندك يونس الاسم جاي عليه. طبعا مصطفى عياش هو يعني في السابق كان مدير وكالة غزة الآن الإخبارية. طبعا مصطفى صحفي وناشط إعلامي من عام 2007. طبعا من يعني زي ما بيقولوا من هو صغير في العمر كان هيك عنده طاقة قوية وكذا، فأسس الوكالة الإعلامية وكالة غزة الآن. طبعا مصطفى طول الفترة هذه هو كان ينمي فيها القناة ويفعلها حتى تكبر، وكان أمله أنه تصير يعني تلفزيون باسم غزة. ليش؟ حتى يفضح جرائم الاحتلال اللي على طوال من أيام النكبة من 48 لحتى يومنا هذا. لكن ممكن نعيد الفقرة. لا حرج. يعني أسس القناة هو من عام 2007 قناة غزة الآن. كان دائما حريص أنه يقوي وينمي القناة ونشر جرائم الاحتلال والمعاناة تاعت أهلنا في غزة ومعاناة القصف والحصار اللي مفروض على غزة طوال الفترات السابقة. في لما بدت طبعا هو في كل غطى كل الحروب على غزة كاملة، كان في له طاقم كامل في غزة حسب ما بعرف يعني، وكان في تواصل دائم. في الحرب 2023 كان له شهرة كبيرة كون القناة كان مغطيها بالإنترنت على مستوى إنه داخل غزة وخارج غزة، مغطي المراسلين تعاونه كان بالإنترنت أيضا. فكان مستوى القناة وصل لحد على ما توقع 6 مليون متابع على مستوى العالم، طبعا على جميع منصات التواصل الاجتماعي. في الوقت هذا لما كان لها يعني دور قوي في نشر وفضح الجرائم اللي بتصير في غزة والموت الأطفال والشهداء وقصف البيوت، فالاحتلال سلط عليه وصار في الإعلام العبري صار تحريض قوي على مصطفى، على اسم مصطفى وعلى اسم غزة الآن. فصار التحريض بشكل كبير يعني في الفترة هذيك في شهر 11 قبل قصف البيت يعني حتى كمان صار تحريض قوي على القنوات العبرية والمستوطنين وكذا. لما تقريبا قبل قصف البيت بتاريخ معين صار التهديد حتى من أكثر من جهة يعني. في 22/11 قصفوا البيت علينا في غزة في 22/11/2023 في بداية الحرب، لما كان في وقتها طبعا ما في انترنت في غزة في الوقت هذا، كانت صعوبة في الحصول على الانترنت. فكانت غزة الآن الوحيدة تقريبا أو يمكن من بين القنوات نقول الوحيدة اللي كانت تغطي بشكل قوي والعالم يتابع الأخبار منها يأخذ يعني. قصفوا البيت، بدأ التحريض بزيادة إنه قتلنا أهلك، وحتى وصلوا رسائل أيضا على الإيميلات وكذا إنه قتلنا أهلك قتلنا عائلتك وإن شاء الله حنجيبك إن شاء الله حنلحقك. صار في ملاحقة خارج فلسطين. الآن في بعد هذا طبعا صار استشهدت العائلة رحمة الله عليهم، قصفوا بيت العائلة استشهد 43 شخص من العائلة. طبعا إخوة مصطفى 3 محمد وأحمد وأخته فاطمة طبعا مع عائلاتهم وبيدوا كاملة مع الأب والأم، زائد أولادي 3 رحمة الله عليهم أيضا شهداء. بقي الآن 4 أطفال أيتام أولاد إخوة مصطفى. من كل هذا يعني بسبب جرائم الاحتلال وبسبب التحريض اللي صار على القناة. بعدين استمر التحريض بشكل عام على انه في الخارج غزة وموجود في كذا وموجود في كذا. طبعا مصطفى من 10 سنوات ما شاهد العائلة الا مرة واحدة، طبعا هاجر برا غزة وطلع هناك استقر في النمسا وبدأ يكون طاقم. طبعا في الحرب استشهد عدد كبير من الطاقم تبعه اللي بيشتغلوا معاه يعني حسب ما كان ينشر على القناة. وبدأ التحريض في تاريخ في 3/2024 يعني لو أنتم رجعتم سلسلة الأخبار الموجودة كان موجود في بيته في النمسا، دخلوا عليه على البيت هو وزوجته وبنته، كان معاه بنت صغيرة طفلة. دخلوا على البيت اقتحموا البيت كسروا البيت، طبعا جمعوا كل الأجهزة في البيت من جوالات من لابتوب من أي جهاز يعني، واعتقلوه لمدة 3 أيام.
طبعا مع تكسير الابواب البيت عليه وكذا، وحققوا معاه على جهه وزوجته على جهه. طبعا ضربوا زوجته، ضربوا هو طبعا، ودخلوا عليه مسلحين وافرجوا عنه. طوال الفتره اللي فاتت كان ايش في النمسا، لكن لما اشتد الخطر عليه طلع من البلد، يعني اختفى شويه. لكن طوال الفتره بعد سنه ونصف تقريبا، وهو كان يعني خلال السنه ونص على امل بتواصل مع المحامي انه انا مظلوم، وهذه ادعاءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وانا كنت انشر اعلاميا، وانا صحفي وناشط فلسطيني، وكنت انشر الاخبار اللي بتصير في غزه، والاحداث اللي بتصير في غزه، والجرائم اللي بيرتكبوها ضد الاطفال، ضد النساء، اللي ارتكبوها ضد عائلتي كمان. يعني هو على كلامه. لكن في النمسا لا مجيب لهذا الامر، يعني كانوا ياخذوا كلام اسرائيل يعني، والتدخلات الخارجيه على الكلام اللي هو بيقوله. وطبعا الان هو موجود طبعا خلال الفتره هذه بعد السنه ونصف راح بده يرجع، حاول يرجع على النمسا يستقر، لانه مستقر هناك، له بيته، له اشياء، اغراضه، حاجاته اللي طلع منها. فهو رجع عن طريق، بده يقدم في محكمه الجنايات الدوليه، بده يرجع عن طريق هولندا. فدخل عن طريق هولندا في مطار سيخول في هولندا، اعتقلوه في تاريخ 18/9/2025. اعتقلوه في المطار. طبعا ايش السبب؟ والله عليك مذكرة اعتقال أوروبية. تمام، اعتقلوه ودخلوه هناك في السجن في هولندا لمدة شهرين، طبعا تحت التعذيب وتحت الضرب، تحت الإقامة الجبرية داخل الزنزانة أيضا. يدقوه إبر. أجوا حققوا معاه الأمريكان أيضا في نفس السجن في هولندا. وبعد يعني مناشدات عالمية ودولية، وطلعوا شوي مسيرات ضغط هناك، كان اتدخل البرلمان. بعد ما تدخل البرلمان انه قال احنا ما لنا دخل في الامر وكذا، بعد طبعا ما اتعذب هناك في السجن في هولندا بشكل كبير، انتقل نقلوه من السجن، وافقوا على نقله على النمسا، لتسليمه للنمسا. فراحوا سلموه، الهولنديين افرجوا عنه، مش افراج يعني، هو طبعا آلية تسليم. سلموه لهولندا، طبعا نقلوه مش في طياره، نقلوه في باص، كان معاناه النقل كمان، وهو مريض ايضا كان من باثر الابر اللي كان ياخذها. وصل النمسا، بدات التحقيق. اول ما وصل يوم الاثنين يعني نقول، اول ما وصل هناك بدا التحقيق معه، اول جلسه، وظل مستمر من يعني نقول من شهر 11 او 12 2025 ولحد الان هو في سجون النمسا، لا محاكمة يعني، لا محاكمة. طبعا معاناته داخل السجن هذه كأنك أنت بالضبط كيف الأسير الفلسطيني في السجون الإسرائيلية يتم معاملته كأسير فلسطيني في السجون النمسا الآن، من ناحية منع الزيارة، التواصل العائلي، ممنوع من التواصل العائلي. يعني إحنا إلنا سنة ما تواصلنا معه أبدا ولا كلمناه، إلا فرضا فقط نعرف معلومات عن طريق المحامي، وبعض الأحيان بيحجبوا بعض المعلومات، برضوش يعطوها للمحامي حتى هو نفسه. يعني تقريبا ولحتى اللحظة طبعا في سجون النمسا ما بنعرف عنه ايش بالضبط، اي تفاصيل، ايش حيصير فيه مش عارفين. يعني في قبل فترة المحامي حكانا انه في مذكرة انه تسليمه لامريكا واسرائيل، يعني هيك بالحرف الواحد يعني. لكن احنا ما فيش بيدنا الا نتحرك على الاعلام، نتحرك في الجهات القانونية، المسيرات قد ما نقدر، لكن التعاطف يبدو مع فلسطينيين اللي في الخارج أو اللي في السجون يبدو ضعيف. إيش السبب ما بنعرف صراحة يعني، ومع إنه يعني ما في له أعداء مصطفى ولا أي شيء، لكن هناك ضعف في قصة التواصل، أو إحنا ما لناش علاقات هناك في الخارج إنه يطلع مسيرات قوية وكذا. وفي ضعف هناك أيضا مع التواصل مع الجاليات الفلسطينية، هناك تقصير قوي. الجاليات الفلسطينية اللي موجودة في النمسا مقصرة في الحضور في المسيرات. يعني كان في مسيرة قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين، يعني الجاليات ما شارك فيها منها ولا أحد، يعني ما في يعني تلاحم في الأمر. فهذا كل شيء إن شاء الله نأمل إنه يعني يتم الإفراج عنه. اللهم آمين. طبعا هذه مرحلة يعني الاعتقال من بدايته. يعني هو يعني في كم من مسيرة خرجت لمصطفى انه بيطالب بالافراج عنه تحت مسمى او هاشتاج اسمه فري مصطفى عياش.
يعني موجودة الآن. في من ضمن هذا هناك ناشط أتوقع كان يرفع صورته اسمه أحمد، فهناك مطالبات أيضا بالإفراج عنه، وهو ناشط يبدو فلسطيني أو ما شابه. يبدو السلطات النمساوية اعتقلته لأسباب أنه يدافع عن القضية الفلسطينية والخروج في المسيرات. هناك على مصطفى 4 تهم. أنا مثل ما قلت لك مصطفى صحفي وناشط شبابي هو في الأساس. الآن اللهم صل محمد وضعوا عليه 4 تهم. أول تهمة إنشاء منظمة إرهابية، يعتبروا غزة الآن كوكالة عالمية إنها منظمة إرهابية. 2 الانضمام للمنظمة الإرهابية. 3 يعني هو كان بسبب إنه نشاط قناته واسع على مستوى العالم استغل هذا الأمر، يعني دخل الجانب الإغاثي لغزة، فكان يجمع بعض التبرعات وعامل فرق في غزة، سقيا الماء، الإطعام، الشراب، الخيم، توزيع يعني الأشياء الغثية للناس اللي بحاجتها، الفقراء الكذا. أنت عارف الحرب يعني خلت الناس بحاجة، فكان هو عن طريق الفرق هذه بيودي. الآن اعتبروا هم المساعدات المقدمة للأطفال، للعائلات، للكذا لا تقدم للعائلات فقط، لا تقدم تحت غطاء المساعدات الإنسانية، إنه تقدم للإرهابيين تحت الغطاء إيش؟ المساعدات الإرهابية. فهذه 3 تقريبا البنود. طبعا هم الآن يعني أضافوا بند جديد أيضا، يحاولوا إضافة أسماء للعائلة. يعني والدي رحمة الله عليه يعمل في الحكومة في غزة، شرطي، يعني شرطي المرور موظف مدني يعتبروا إنه يعني يعمل في حكومة حماس وكذا، وأنت كنت تتواصل مع شخص من حماس. طب هذا والدي يعني ما توقف تتواصل معه. ثاني شيء الحكومة في الأساس هو شرطي مرور وهو شرطي مدني يعني. فهم يحاولوا أن يوفروا غطاء لادعاءاتهم وكذبهم والجرائم الاحتلال أيضا. لكن إن شاء الله يعني ربك كريم إنه يعني يكون فرج قريب يعني عنه. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد عياش من غزة، تحديدا بيتي هنا في النصيرات. الحين نحن استشهد لدينا 43 شهيد، منهم هو يعني عائلتنا اللي هم جدي وجدتي وعمامي 2 وعمتي وأولادهم، يعني وأولاد عمي الأيتام 2 وأولادهم وأزواجهم، وأخواتي 3 استشهدوا. وبعد قصف البيت اعتقلوا عمي، ونطالب إن شاء الله يعني إنه بالإفراج عنه. وهي كمان إيدي يعني بسبب جرائم الاحتلال التي سووها، وهنا راسي، وأنا أطالب بالإفراج إن شاء الله عن عمي مصطفى. يا رب، وشكرا لكم.